بلتر واحد بس من الحليب ونشا هتحضري احلى والذ واسرع تحلية سهلة جدا وسريعة. طريقة تحضيرها مش هتتعدى معاكي ال10 دقايق. مكوناتها بسيطة جدا وموجودة عندنا في كل بيت، من غير فرن ومن غير بيض ومن غير كريمة. الاجمل كمان في الوصفة دي ان احنا هنحضرها سريعا سريعا. بجد من احلى التحليات اللي ممكن تعمليها، طعمها حكاية. تعالوا نشوف هنعملها مع بعض ازاي، وحطي لايك بقى للوصفة القمر دي. ويلا تعالوا نبدأ ونشوف المقادير وطريقة التحضير ونقول بسم الله. التحلية بتاعتي مكونة من طبقتين. أول طبقة من المهلبية، معايا كيلو من اللبن أو من الحليب بمقدار 4 كوبايات. كيلو اللبن هو 4 كوبايات، كوبايات الشاي بتاعتنا الموجودة في كل بيت، يعني بتبقى 200 ملي. كل كوباية بتاخد معلقة من النشا ومعلقة من السكر، معلقة كبيرة. يعني لتر الحليب بياخد 4 معالق من النشا كبار، وكمان 4 معالق من السكر كبار. هي دي كده المقادير المظبوطة، والسكر بيكون معتدل. عايزة بقى تزودي في السكر ده طبعا على حسب رغبتك. بقلب على البارد بقى كويس جدا اللبن مع النشا والسكر علشان يدوبوا مع بعض، وبعد كده هرفعها على النار. هفضل اقلب فيها باستمرار، مش هسيب التقليب خالص علشان خاطر ما تكلكعش معايا. كمان بقى هحط باكوين من الفانيليا، وممكن تحطي واحد بس، هيدي برضو طعم حلو جدا. انا هنا ما استخدمتش الفانيليا السايله علشان خاطر ما تغمقليش لون اللبن. وكمان يا ريت نستخدم اللبن السايب. اللبن السايب في الحلويات بيدي طعم حلو جدا، احلى من اللبن المعلب. ليه؟ بيبقى فيه القشطه بتاعته بتبقى قشطه طبيعيه كده، فبتدي للبن طعم كريمي، فبيبقى طعمه حلو جدا. كده المهلبيه بتاعتي بقت تمام زي ما انتوا كده شايفين، القوام بتاعها تحفه، لا تقيلة ولا خفيفة، هي مظبوطة. طبعا مع التقليب المستمر زي ما قلت لكم علشان خاطر ما تكلكعش وتطلع معايا كريمي كده ومظبوطة وتحفة. انا هنا برضو لا استخدمت كريم شانتيه ولا استخدمت لبن بودرة، لان هي لوحدها كده حلوة جدا مش محتاجة. هبدأ بقى افضي المهلبية بتاعتي في الكاسات او في الاطباق او في الكوبايات زي ما انتي حابة. وانا بفضي المهلبية هكون حريصة جدا ان انا افضيها وهي لسه سخنة، ما تستنيش اما هي تبرد علشان ما تعملش طبقة كده على الوش، مش هتبقى حلوة. كمان وانا بحط في الاطباق انا هحط النص بس، يعني هحط نص الكاس او نص الطبق او نص الكوباية بتاعتي، علشان في النص التاني هحط الطبقة التانية من التحلية. والطبقة التانية عندي بقى جيلي فراولة. تعالوا بقى نشوف هنعمله مع بعض ازاي. انا هنا معايا 3 اكياس من جيلي الفراولة. العلبة دي انا جايباها علبة موفرة بيكون فيها 3 اكياس. تقدري تستخدمي اي نوع تاني انتي بتحبيه. انا بحب الفراولة جدا، بتبقى ماشية مع الوصفة دي بالذات. حطيت ال3 بواكي من الجيلي في طبق كده غويط، والمفروض ان كل باكو بيدوب فيه كوبايتين من المية، كوباية من المية المغلية وبعد كده بيدوب فيه كوباية من المية الباردة. نزلت بقى بال3 كوبايات لل3 اكياس من المية المغلية، وبدأت ادوب كويس جدا الجيلي مع التقليب المستمر لحد بقى ما الجيلي بتاعي يدوب كويس جدا. هنزل بالمية الباردة، بس انا هنا المفروض كنت احط 3 كوبايات من المية الباردة، ولكن انا حطيت كوباية ونص علشان الجيلي يمسك معايا ويجمد معايا بسرعة، وتكون الطبقة بتاعته سميكة ومتماسكة. لازم وانا بحط المية سواء باردة او مغلية اقلب الجيلي بتاعي كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده. انا الجيلي كده بتاعي تمام. انا هنا استخدمت 3 اكياس من الجيلي، ولكن تقدري انتي طبعا تستخدمي كمية اقل على حسب كمية الحليب اللي انتي هتستخدميه، ويطلع معاكي المهلبية، يعني نسبة وتناسب. شوفي انتي بقى تقدري تستخدمي قد ايه من الجيلي. انا هنا الكمية بتاعتي كانت مناسبة جدا، لتر الحليب خد 3 اكياس من الجيلي. تحلية جميلة وسهلة وما خدتش معانا وقت خالص زي ما انتوا شايفين، لازم تجربوها. انا عايزة اقول لكم ان الكوباية ديت علشان نجيبها من محلات الالبان بتبقى بالشيء الفلاني. طلعت بقى المهلبية بتاعتي من التلاجة بعد ما سبتها تبرد براحتها،
لمدة ساعتين. هي كده تمام. وخدي بالك ان لازم المهلبية تكون باردة جدا. انا هنا بقى هبدأ انزل الجيلي بتاعي واحدة واحدة، زي ما انت شايفة كده. انا بنزله من ناحية الجنب بالراحة خالص، علشان خاطر طبقة المهلبية بتاعتي ما تطلعش على الوش وتفضل تحت كده في الطبق او في الكوباية. بعد ما فضيت الجيلي بتاعي دخلته برضو التلاجة علشان يجمد لمدة بقى زي ما انتي شايفة ان هو كده التبريد بتاعه بقى مناسب، ساعتين 3 ساعات. وبس كده خلاص زي الفل. التحلية بتاعتي خلصت. احلى جيلي بالمهلبية، مش عايزة اقول لكم بقى على جماله. فتاكلي احلى تحلية باردة معمولة في البيت بنظافة من عمايل ايديكي، حاجة كده مضمونة، ما خدتش معانا وقت خالص، حاجة كده اقتصادية. كل الحكاية كيلو حليب وتلات اكياس من الجيلي. لازم تجربوها، تحفة، هتعجبكم جدا وهتعجب اولادك جدا، وكل شوية هيطلبوها وهتعمليها لهم كل شوية. شايفين بقى الجمال كده؟ والطبقتين التحفة دول، المهلبية وكمان الجيلي، بجد بجد شكلها تحفة وطعمها حكاية، ولا أجمل ولا أحلى من كده. سهلة وبسيطة وجميلة زي ما انتوا شايفين. التزيين ده بقى خليه لعبتك، زيني زي ما انت عايزة. مع ان انا عايزة اقول لكم اني اصلا شكلها مش محتاج اي تزيين. انا هنا كل الحكاية ان حطيت كريس كده على الوش علشان يدي شكل حلو، ولكن هي اصلا من غير تزيين شكلها تحفة جدا. جربيها وهتدعيلي. اسيبكم في حفظ الله ورعايته.